فاكر اخر مرة جيت تكتب فيها بوست او حتى كومنت تشارك فيه برأيك، وقبل ما تدوس نشر بلحظة تراجعت ومسحت كل حاجة، مش عشان الكلام غلط، لا، عشان في صوت جواك خوفك وقال تخيل لو حد اخد الكلام ده سكرين شوت واتريق، تخيل شكله هيكون عامل ايه لو طلعت غلطان. احنا عايشين في زمن ذاكرته قوية جدا، زمن بيوثق الغلطة وبيحتفظ بيها. زمان كان مسموح لك تكون مبتدئ، كان مسموح لك تقع وتقوم تنفض هدومك وتكمل ومحدش دريان بيك غير الناس اللي حواليك ودايرتك الصغيرة. كانت نعمة اسمها الستر او التجربة في صمت، لكن دلوقتي احنا خسرنا النعمة دي. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا بجدية لما العالم كله بقى عبارة عن شاشات بتراقب، ازاي تقدر تكون حقيقي من غير ما تمثل؟ وعشان نجاوب لازم نربط ده باللي بيحصل في مخنا بسبب التكنولوجيا. بقينا بنشوف النتائج النهائية لنجاح الناس بس، بتفتح الموبايل بتشوف صاحبك وصل لايه والمشهور حقق ايه، بتشوف اللقطة الأخيرة بعد المونتاج وتعب السنين. عقلك الباطن ترجم ده لقاعدة صارمة بتقول يا تطلع كامل من أول مرة يا بلاش تحاول أصلا. فكرة إنك تكون لسه في مرحلة البناء بقت فكرة تقيلة على النفس. بقينا بنختار المنطقة الآمنة، نفضل سنين في مكاننا ولا إننا ناخد خطوة واحدة ونخاطر بإن حد يشوفنا وإحنا لسه بنتعلم ألف باء الطريق. المشكلة مش بس إننا خايفين نفشل، المشكلة إننا خايفين نتشاف وإحنا بنحاول. وبالمناسبة حصل معي موقف بسيط ضحكني. في بعض التعليقات عندي بتقول ان صوتي اي او ذكاء اصطناعي. ايوه، الصوت اللي انت سامعه دلوقتي يمكن عشان نبرتي بتبقى ثابته شويه، بس الثبات ده لاني احيانا بعيد الجمله اكتر من مره وبقص الفواصل وبشيل اي غلطه في المونتاج عشان الصوت يوصل لك بشكل واضح. بس لما تفكر فيها هتلاقينا كلنا بنعمل نفس المونتاج ده في حياتنا، بنقص لحظات ضعفنا وبنداري محاولاتنا اللي ما كملتش، ونسينا ان جمالنا الحقيقي مش بس في الدقه بل في اننا بشر بنغلط وبنتعلم. الموضوع ده مش مجرد احساس فردي، دي ظاهره رصدها العلم بدقه في دراسه تحليليه مهمه للباحثين توماس واندرو. حللوا فيها بيانات الاف من الشباب واكتشفوا اننا بنعاني من حاجه اسمها الكمال الاجتماعي. بمعنى اوضح، انت مش عايز تكون مثالي عشان نفسك، انت مقتنع ان المجتمع هو اللي بيشترط عليك تكون مثالي عشان يقبلك. الدراسه بتاكد ان الضغط ده خلى جيلنا اكثر جيل بيعاني من القلق تجاه المستقبل، واكثر جيل بياخد قرارات امنه جدا عشان يتجنب مجرد احتماليه النقد. طيب ازاي نكسر الدايرة دي؟ الحل عبقري وبسيط وهناخده من عالم البرمجة. المطورين لما بيعملوا اي تطبيق جديد مش بينزلوه كامل، بينزلوه بصيغة اسمها بيتا فيرجن او النسخة التجريبية. هم عارفين ان فيها مشاكل وعارفين انها مش احسن حاجة، بس بينزلوها عشان ياخدوا داتا ويطوروا نفسهم. عامل حياتك بنفس المنطق، انت مش منتج نهائي مطالب بالكمال، انت لسه نسخة تجريبية قابلة للتطوير. والغلطات اللي هتعمل مش عيوب، ببينات بتقولك ايه اللي محتاج يتصلح في التحديث اللي جاي لشخصيتك. لو استنيت لحد ما تكون جاهز 100% عمرك ما هتعيش تجربتك الخاصة. في النهاية الخلاصة اللي عايزك تخرج بيها إن التكنولوجيا سهلت حياتنا لكنها صعبت علينا فكرة إننا نكون بشر طبيعيين من حقهم يغلطوا. ما تخليش خوفك من النتيجة النهائية يضيع عليك متعة المحاولة. ودلوقتي عايزك تسأل نفسك السؤال ده: إيه الخطوة اللي نفسك تاخدها بقالك كتير ومأجلها بس عشان خايف من كلام الناس؟ ومش لازم تحكي أي تفاصيل، ممكن بس تكتب في كومنت كلمة أنا جاهز عشان تكون دي بداية التغيير وكسر الحاجز النفسي اللي اتكلمنا عنه. وافتكر دايما الجملة دي: لا تجعل حياتك تضيع في المسودات خوفا من الخطأ، انشر نسختك للعالم فالأخطاء هي التي تصنع الخبرة.